زمان وانا صغيرة كانت اختي اللي اكبر مني بتحب تعمل فيا مقالب غبية، وخليني اقول لكم ان اختي دي بتحب المقالب زي عينيها. يعني مرة عملت فيا مقلب غبي خلاني وقعت على حرف السرير واتعورت في وشي، والمفروض اني ازعل منها بسبب الموقف ده، بس اللي حصل ان بعدها بكام يوم بقيت انا اللي بشكرها، لاني لما وقعت على حرف السرير اتعورت في نص خدي بالظبط، وبقى عندي غمازة في خدي بجد مخلية شكل ضحكتي تحفة. فاحب اشكر اختي وبطلب منها لو تعرف تعورني في الخد التاني. تاني موقف، بس تخيل يعدي اسم سيدنا محمد وما تعملش اعجاب ولا حتى بتصلي عليه في التعليقات. انا متعوده اني كل يوم لازم اجيب اكل من مطعم فاتح عندنا في الشارع، والنهارده جبت الاكل وانا راجعه من الشغل، ولما قعدت بقى عشان اكل حسيت ان الاكل فيه حاجه وشكله بايظ، وكنت هرمي الاكل بصراحه، بس جات لي فكره احسن بكتير. افتكرت ان اخويا هيرجع من التمرين جعان، فاستنيت شويه لحد ما رجع وقلت له عملت حسابك معايا في اكل. طبعا دخل ياكل وفضلت انا بقى قاعده مستنياه ياخد باله ان الاكل فيه حاجه، بس لقيته طالع بيقول لي شكرا يا قلب اخوكي، ونزل كمان جاب لي عصير على حسابه.